شهدت مباراة المغرب والأرجنتين واقعة غير مسبوقة في كرة القدم ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من أولمبياد باريس. واحتسب حكم المباراة 15 دقيقة بدل ضائع، في وقت كانت النتيجة تشير إلى تقدم المغرب 2-1، قبل أن تسجل الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 105. وفي وقت اعتقد الجميع أن الحكم أطلق صافرة النهاية، قامت جماهير المنتخب المغربي بإحداث شغب وتوقفت المباراة لمدة ساعة ونصف. وبعد العودة لاستكمال الدقائق المتبقية، تمت مراجعة هدف الأرجنتين الثاني عبر تقنية الفيديو، وتبين أنه جاء من تسلل. وقام حكم المباراة بإلغاء هدف الأرجنتين، ثم استكمل الوقت بدل الضائع، وبعدها انتهت المباراة بفوز المغرب 2-1. رد خافيير تيباس رئيس رابطة اللجان الإسبانية على التقارير الأخيرة التي أكدت أن المحكمة الإدارية الرياضية (TAD) قررت فتح ملف عقوبات ضد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس. وكان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قدم شكوى ضد تيباس سبب التمييز ضد النادي الملكي في الدعوة للجمعية العمومية للدوري الإسباني التي تناولت الاتفاقية مع CVC. وقال تيباس: إلى الذين يعتقدون أنني سوف يتم إيقافي، يجب أن يستمروا في الجلوس والانتظار لأن هذا لن يحدث. وأضاف بيريز: الذي ما زال يفشل في إقناع الأندية في إسبانيا أو أوروبا في مشروع السوبرليج، يحاول إيجاد طرق أخرى لمحاولة إزالة الشخص المنتخب ديمقراطيا في الدوري الإسباني وهو أنا. وأتم ما يسعى إليه رئيس ريال مدريد من الشكوى التي تم تقديمها لن يحصل عليه. أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقده مع جناح فريق أستون فيلا موسى ديابي خلال الميركاتو الحالي. ونشر حساب نادي الاتحاد عبر منصة إكس مقطع فيديو أعلن من خلاله تعاقده مع ديابي. ووفقا للعديد من التقارير فإن ديابي وقع على عقد حتى 2029 مع النمور. وكلفت الصفقة خزائن الاتحاد 5 مليون جنيه استرليني. علق نجم المنتخب الأرجنتيني ولاعب إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي على وقعة مباراة الأرجنتين والمغرب في أولمبياد باريس 2024. وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: هذا لا يصدق. وشهدت مباراة المغرب والأرجنتين واقعة غير مسبوقة في كرة القدم ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات من أولمبياد باريس. واحتسب حكم المباراة 15 دقيقة بدل ضائع، في وقت كانت النتيجة تشير إلى تقدم المغرب 2-1، قبل أن تسجل الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 9+1 6. وفي وقت اعتقد الجميع أن الحكم أطلق صافرة النهاية، قامت جماهير المنتخب المغربي بإحداث شغب وتوقفت المباراة لمدة أكثر ساعة ونصف. وبعد العودة لاستكمال الدقائق المتبقية من الوقت الضائع، تمت مراجعة هدف الأرجنتين الثاني عبر تقنية الفيديو، وتبين أنه جاء من تسلل. وقام حكم المباراة بإلغاء هدف الأرجنتين الثاني، ثم استكمل ما تبقى من الوقت الضائع، وبعدها انتهت المباراة بفوز المغرب 2-1. كشف تقرير صحفي بريطاني عن موقف نجم فريق ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد من الرحيل عن الريدز والانتقال إلى ريال مدريد. وينتهي عقد المدافع الإنجليزي في صيف 2025 مع الليفر. ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن أرنولد ملتزم مع ليفربول، وهو حريص على العمل مع المدرب آرني سلوت في الموسم الجديد. وقالت الصحيفة: يأمل الريدز أن يوقع الظهير الأيمن الإنجليزي البالغ من العمر 25 عاما عقدا جديدا مع الفريق الفترة المقبلة. لا يزال الحديث متواصل عن مستقبل نجم فريق مانشستر يونايتد الدولي الإنجليزي جادون سانشو. وكان إريك تين هاج مدرب اليونايتد قد أكد على انتهاء أزمته مع سانشو، وأن اللاعب قد يستمر مع الفريق.
ووفقا لشبكة سكاي سبورتس فإن باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند يرغبون في ضم اللاعب. وأضاف المصدر أن سعر اللاعب يقف عثرة أمام هذه الأندية للتعاقد معه، حيث أن مان يونايتد يريد 40 مليون جنيه استرليني للتخلي عنه. قال تقرير صحفي إسباني إن مدافع فريق ريال مدريد الدولي الألماني أنطونيو روديجر مطلوب في الدوري السعودي. وقال البرنامج الإسباني التشيرينغيتو تيفي إن الاتحاد مستعد لمنح روديجر راتبا ما بين يتراوح بين 12 و 13 مليون يورو. وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن راتب روديجر مع الاتحاد قد يصل ما بين 15 إلى 20 مليون يورو. وكانت تقارير قد أكدت بأن روديجر سعيد في ريال مدريد ولا يفكر في الرحيل هذا الصيف.